رسميا رحيل المدير الفني للنادي الاهلي خوسيه ريفيرو بعد 7 ماتشات ما قدرش يكسب منهم غير ماتش واحد. تخيل يا صديقي العزيز ان المدير الفني للنادي الاهلي في 7 ماتشات ما قدرش يكسب غير ماتش واحد. ولكن هنا اقاله ريبيرو هنا تخليك تفتح عينيك كده على حاجات كتير قوي. رقم واحد، وان مين العين اللي اختارت هنا ريبيرو؟ هنا مين اللي قالك ان ريبيرو ده ينفع للنادي الاهلي، او طريقه لعبه ينفع للنادي الاهلي، او اسلوب ريبيرو ينفع هنا للنادي الاهلي؟ فمين العين اللي راحت على ريبيرو واختارت ريبيرو وجابت السي في ده واقنعت هنا اداره النادي الاهلي؟ طب هل اداره النادي الاهلي هي اللي اختارت ريبيرو؟ طب على اي اساس برضو اختارت ريبيرو؟ فدي حاجات تفتح عينيك ان هنا اختيارات النادي الاهلي للمدير الفني بتبقى بناء على ايه؟ هل هو بناء على شويه سيفيهات كده بنقدر نختار منهم؟ لان احنا عايزين نتجنب هنا التجارب هنا الفاشله اللي حصلت مع النادي الاهلي قبل كده. جبنا ريكاردو سواريش وجبنا مش عارف قبله بوسيرو، ودخلنا قبل كده في دوامات كتير قوي في حوار المدير الفني. فلازم هنا نتجنب الحوار ده خالص. انا ما عنديش مشكله نكمل هنا بعماد النحاس، ولكن هنا نجيب واحد عارف الفريق، عارف الدوري المصري، يدخل هنا في الاجواء بسرعه. ما نقعدش بقى نجرب وبقى نختبر ده ونجيب بقى مدرب بقى لا عارف اللعيب ده بيلعب ايه ولا مركزه ايه ولا هو اصلا دوره ايه في الفريق، ونبدا بقى ندخل في الدوامات دي. وعقبال هنا لما المدير الفني ياخد على اللعيبه او يعرف هنا اللعيبه او اماكنها ومراكزها والتاكتكس بتاع اللعيبه دي ايه، هناخد بقى فتره ويكون هنا ايه، دوري راح، وندخل بقى في افريقيا وندخل بقى في دوامه خساره البطولات. فلازم المدير الفني القادم يكون وجهته محدده، لا ان هو جاي عارف النادي، جاي عارف الدوري المصري، جاي عارف اللعيبه، ما ياخدش وقت. رقم اتنين كمان اللي حصل ده يخليك تفتح عينيك كده على مين اللي هنا اللي اوصى ان علي معلول يمشي. طب مين برضو اللي اوصى على الاداره ان كريم الدبيس يطلع اعاره واحنا اصلا عندنا نقص هنا في الباك الشمال؟ طب علي معلول مشي بناء على ايه؟ طب مين اللي وصى ان علي معلول يمشي؟ طب ما احنا بندفع ثمن كل ده دلوقتي. انت عندك محمد شكري ممتاز، مين بقى البديل بتاع محمد شكري؟ مش موجود. يعني كان المفروض هنا مين؟ يبقى الدبيس. انت مشيت الدبيس، اعتمدت على كوكا اللي هو لم يقدم اي شيء اصلا في الباك الشمال. فعندك مين بقى بديل هنا؟ محمد شكري مش موجود. فمين بقى اللي بيخطط؟ مين بقى اللي بيحط هنا الميزانيات دي؟ وده ينفع وده ما ينفعش، ده يطلع اعاره، ده يفضل موجود، ده يستمر، ده ما يستمرش. مين بقى اللي بيحط هنا الكرياتيريا دي؟ مين هنا اللي بيحط المعايير للاعيبه اللي تقعد وبيحط المعايير برضو للاعيبه اللي تمشي؟ سؤال برضو محتاج اجابه. هل احنا نفضل ندفع هنا ثمن رحيل علي معلول؟ علي معلول قلنا كان يقدر يديك سنه واتنين، والله ما عاطفيا، ما عاطفيا نهائيا، ولكن علي معلول كان افضل من اي باك شمال في سن ال 35 او 36، افضل من اي باك شمال في مصر. فمين بقى اللي اوصل ان علي معلول يمشي؟ طب علي معلول مشي بناء على ايه؟ طب واحد زي خبرات علي معلول ده ما كانش ينفع هنا في ماتش بيراميدز امبارح؟ كان يقدر هنا يمشي كوره هنا للفريق، كان يبقى قائد هنا للفريق في الملعب، بدل ما هو الفريق كله اصلا ما عندوش قائد والشناوي اصلا خارج المستوى ويعتبر مش موجود. طبعا مع باقي اللعيبه، انا مش بتحامل على الشناوي ولكن كل اللعيبه ما كانتش موجوده. وطبعا برضو مش عايز اتحامل على المدير الفني ونسيب اللعيبه. المدير الفني ممكن يكون كويس وينفع هنا مع فرقه تانية، او طريقته تنفع مع فرقه تانية، ولكن هنا طريقته ما تنفعش مع النادي الاهلي. ولكن اللعيبه برضو عليها دور كبير قوي. حتى لو المدير الفني سيء، طب انتوا اللعيبه فين؟ جوده اللعيبه فين؟ اعتبر ان المدير الفني ده مش موجود بره. طب انت دلوقتي دورك هنا كلاعب جوه الملعب، لما يكون معاك كم الصفقات دي والكواليتي دي، طب انت فين؟ رقم ثلاثة برضو والحاجة اللي لازم تفتح عينيك عليها، وهنا مين اللي بيختار الصفقات؟ مين هنا اللي بيقدر يحدد ان المركز ده فيه نقصان او فيه زياده؟ الموسم اللي فات واحنا بالنادي يا جماعه ما عندناش باك شمال، يا جماعه ما عندناش باك يمين من قبل كاس العالم، يا جماعه ما عندناش اتنين قلبي دفاع مش موجودين، الخط الخلفي ده كله مش موجود. فالاداره كانت بتعمل ايه؟ تروح تجيب لاعب نص ملعب، تجيب جناح واثنين وثلاثه واربعه، لدرجه ان احنا دلوقتي عندنا 7 اجنحه بيلعبوا في النادي الاهلي او 8. طب وبالنسبه لخط الدفاع، خط الدفاع امبارح اللي يعتبر كان كارثه طبعا مع باقي اللعيبه كلهم، مين بقى اللي هيشيل الليله دي؟ مين برضو اللي اختار هنا اشرف داري؟ مين هنا اللي بيدرس اللعيبه دي ويقول ده ان ده ينفع يجي او ده ينفع مش هيجي وان اللاعب ده كويس واصاباته قليله؟ مين بقى اللي بيدرس اللاعب؟ مين هنا اللي بيحط عينه على اللعيبه دي ويقول لك اه اللاعب ده اصاباته قليله وهيستمر مع النادي الاهلي وهيقدر يفيد النادي الاهلي؟ الاختيار بناء على ايه؟ المعايير بتاع الاختيار ايه؟ تدور على المعايير مش هتلاقي اي معايير خالص، وهتعرف ان اللي بيختار الصفقات دي او بيعملها او بيدي نظره هنا للفريق يعتبر مش موجود، او نظرته غير هنا موفقه، او مش كويس في اختيار الحاجه دي، فلازم ما يكونش موجود هنا في المكان ده. كل الحاجات دي لازم اداره النادي الاهلي تفتح عينيها عليها والجماهير برضو تفتح عينيها. مين هنا اللي بيختار؟ مين هنا اللي بيحدد؟ مين هنا اللي بيعمل كل ده؟ هنا الاختيارات دي مين هنا اللي اختارها؟ سواء المدير الفني او اشرف داري او صفقات اللي هي موجوده دلوقتي والمراكز والنواقص اللي عندنا، مين بقى اللي بيحددها؟ مين اللي بيقول ان عندنا نقص في المركز ده فهنجيب؟ مين اللي بيقول عندنا زياده في المركز ده فنمشي لعيب؟ مين اللي بيعمل كده؟ اتمنى ان الفتره الجايه او فتره اختيار المدير الفني تكون موفقه. زي ما قلنا ان المدير الفني اللي هيجي لازم يكون عارف هنا النادي الاهلي، عارف هنا طبيعه النادي الاهلي، عارف الدوري المصري، عارف حجم النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي،
وكم البطولات اللي داخلين عليها، لان اي دروب تاني في الموسم انت بالسلامه الموسم كله، لا دوري ولا كاس ولا دوري ابطال افريقيا ولا هتشم اي حاجه من دول خالص، انت تبقى بعيد عن كل ده. فنتمنى ان الفتره الجايه تكون فتره موفقه للنادي الاهلي. حاليا دلوقتي هيبقى في توقف دولي، معاك حوالي 21 يوم 25 يوم تقدر تحدد فيها انت عايز ايه. اداره النادي الاهلي تقدر تشوف هي محتاجه ايه. فبالتوفيق للنادي الاهلي، ونتمنى الفتره الجايه تكون موفقه، والاختيارات دايما من الكابتن الخطيب تكون موفقه وفي مكانها وفي مراكزها الصحيحه.